قبل ما ابدا عاوز اقول لكم وحشتوني جدا يا اساطير، رجعت لكم بالحلقه الخامسه من حكايه راكيل. فلو مش شفتوا الحلقه اللي فاتت عشان اشوفوا باقي الاحداث وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. وعند راكيل بيجرب الابره على واحد من الحرس وبيساله لو حاسس باي الم، والشخص ده بيقول له ايوه الم شديد، وراكيل بيقول ده مش هزار، دي مشكله كبيره فعلا، والحارس مش بيكون فاهم اي حاجه وبيبقى شبه القنفذ بالظبط. وراكيل بكل حماس بيقول ودلوقتي المريض التاني يلا، وبيبقى قدامه الخدم والحراس كتير جدا. وتعالى بقى قبل كام يوم يا اسطوره بنشوف راكيل ماشي في الحديقه وفي شخص بيجي، وراكيل بيقول له انت جيت خلاص، حاسس بايه دلوقتي بعد ما خدت العلاج بالكيل كام يوم؟ وبيظهر ان ده هو داميان كين اللي بيرد على راكيل وبيقول له لسه بحس بالالم شويه. وراكيل بيقول له اكيد انت محبط لانك مش محتاج العلاج بالكي بعد كده، وداميان كين مش بيكون فاهم قصده. وراكيل بيقول لداميان كين انتهى العلاج بالكي، انت تعافيت بالكامل دلوقتي. وداميان كين بيساله وبيقول له انت متاكد؟ وراكيل بيرد عليه وبيقول له ايوه اتاكدت من تاثير العلاج ودي نهايه التجربه. وداميان كين لما بيسمع الكلام ده بيفضل ساكت وبيبقى هينحني علشان يشكر راكيل، ولكن راكيل بيقول له استنى يا عم استنى، قبل ده اسمعني، انا عاوز مهاراتك في المبارزه ومش عاوز ابعتك لمكان تاني بالطريقه دي، مش عاوز اضيع موهبتك، اقصد خليك الحارس الشخصي بتاعي بعد اذنك، واكيد مش هطلب منك البقاء بسبب شعورك بالامتنان او الصداقه او الولاء حتى او اي شيء شبه كده، انا هدفع لك بسخاء وهديك راتب شهري سخيا واجازه سنويه وحتى معاش تقاعد. وبنعرف بقى راكيل بيفكر في ايه وبيقول في نفسه في الحقيقه هيوصل داميان قريب لمستوى خبير سيف متقدم ويعاني من متلازمه سيد السيف، وانا واثق انه واخد باله من ده لانه عارف مستواه كويس. ومتلازمه سيد السيف هي مرحله حيث تصبح كافه الحواس حاده بشكل مفرط ومش بيقدر الشخص يتحكم في حواسه، واكيد هو بيعاني من الارق بشكل اسوأ مما كان عليه لما كان شايل وصمه المصارع. واقدر برضه استخدم العلاج كحجه لابقائه بجانبي، ولكن فرصه تركه ليا مرتفعه جدا، وفي الوقت الحالي الاخذ والعطاء الواقعي هو الحل. وراكيل بيقول لداميان اكيد هكتب عقد عمل وهديك برضه اجازه امومه واجازه ابوه. وداميان كين لسه بيكون ساكت، وراكيل بيقول تاني وكمان ساعات عمل مرنه وحتى دعم في السكن. وداميان كين بيكون لسه ساكت، وفي اشخاص بيراقبوا الكلام ده وواحد منهم بيقول للتاني هو انا اقدر اتفاوض بشان راتبي ولا ايه؟ نرجع لراكيل اللي بيكمل كلامه لداميان كين وبيقول له 4 ايام في الاسبوع ايه رايك؟ مش هتقدر ترفض صح؟ وعلى طول بيخرج المصارعين اللي كانوا بيراقبوا الوضع وبيقولوا لراكيل اعتني بينا برضه بعد اذنك. وراكيل بيتفاجئ جدا وبيستغرب وبيقول لهم ايه ده من امتى وانتوا هنا يا جماعه؟ والمصارعين بيقولوا راكيل مش انت عالجتنا علشان تستغلنا؟ هنعوضك كويس، لا ده احنا هنرد المعروف بحياتنا كمان ونحميك في غياب داميان، اعتني بينا برضو اعتني بينا برضو. وراكيل بلا مبالاه بيقول طب ليه بتعاملوني من منطق الالتزام او الامتنان؟ انتوا بتعاملوني كده علشان سبب المكافاه والمزايا السخيه. والكل بيرد عليه وبيقول له ايوه. وراكيل بيقول في نفسه دول صراحه زياده عن اللزوم، ماشي من الافضل انهم يكونوا صريحين كده، الناس اللي بيتكلموا عن الولاء وما شابه بتكون نهايتهم بائسه، والاهم من ده من الكويس تكوين جيش يتبعني لوحدي، وده لان الحرس الملكي مش بينتمي ليا لوحدي، لو تعارضت اوامري مع اوامر الامبراطور فهيدوا الاولويه للامبراطور صح ولا ايه؟ وعلى طول راكيل بيقول لهم كويس جدا الكل نجح كده، بقيتم يا جماعه من دلوقتي حراس الشخصيين واسمكم هو وحده المهام الخاصه، والكل بيفرح من الكلام ده. وداميان كين بيبتسم وبيفضل ساكت، وراكيل بيلف علشان يمشي وبيقول في نفسه لكن لما غيرتهم لمجموعه قلت نسبه التسويه شويه، حتى لو رفعت متوسط العمر المتوقع بمقدار 100 سنه فهيفضل العمر المتوقع 18 يوم بس، وده مش شيء اقدر اعمله مع ضعف قدرتي على التحمل ولياقتي البدنيه والتجول وزياده المرضى واحد ورا التاني. وفجاه راكيل بيبص للقصر وبتجيله فكره، وبعد كده بالليل جوه القصر بنشوف راكيل قاعد على المكتب وبيقول هنعمل مستشفى في المبنى الاضافي. وداميان كين بيسكت شويه وبعدها بيقول له تقصد ايه بالكلام ده؟ وراكيل بيبص له وبيقول له انت ما تعرفش المستشفيات ولا ايه؟ وداميان كين بيقول له اكيد اعرفهم، ولكن وقبل ما يكمل كلامه بياخدوا بالهم من صوت جابريل واللي على طول بيعيط قدام راكيل. وراكيل بيقول في نفسه ده خوفني وبيقول لجابريل في ايه مالك المره دي؟ وجابريل بيعيط وبيقول له اخيرا اكتشفت الموضوع، فهمت قلب سمو الجميل والنبيل علشان يبني مستشفى لرعايه الكثير من الناس ومنحهم العلاج. وعلى طول راكيل بيقوم يقف وبيقول له ايوه هي دي ده كل شيء، اكتشفت مشاعري الحقيقيه اخيرا. وجابريل بيعيط وبيقول له انت بتدي الاولويه لالم شعبك مع انك مريض، كل شيء في سبيل الشعب. وبيبقى داميان كين واقف بين الاتنين، ايه الهبل ده؟ انا محاط بشله متخلفه وايه اللي جابني بين المجانين دول؟ المهم راكيل بيقول لجابريل اعتقد اني هبدا بفحص الافراد باسرار الملكي
الملكي. وجبريل بيساله وبيقول له تقصد الاشخاص اللي في المبنى الاضافي؟ وراكيل بيقول لنفترض اني فتحت مستشفى في المبنى الاضافي واستقبلت المرضى، ولكن انت فاكر الناس هيجوا لهنا علشان يشوفوني بكل اريحيه؟ وجبريل بيقول له زي ما انت شايف ده قصر صاحب السمو الملكي، ممكن يحس الناس بعبء لزيارتك. وقبل ما يكمل كلامه راكيل بيقطعه وبيقول له علشان السبب ده لازم نروج للموضوع، شيء زي حاله مرضيه من شانها اثاره اهتمام الناس، ولو انتشر الكلام عن ده فهيزداد عدد الاشخاص القادمين لتلقي العلاج تدريجيا، وهنسميها اعاده القصر الملكي للطب الشرقي. نرجع لراكيل في الوقت الحاضر وبيقول في نفسه حصلت على يومين من معالجه 500 شخص. ده ليه بيحصل معايا؟ ليه كل ده؟ المكافاه اللي حصلت عليها مقابل علاج 500 شخص يومين بس، انا مش هقدر استمر كده. هو مفيش اي حد بيتألم بشده ولا ايه؟ استنى. وفجاه راكيل بيفتكر حاجه، وبعد كده جبريل بيجيب له كافه وثائق 500 شخص وبيقول له طلبت منهم كتابه كل اسماء افراد الاسره والجنس والاعمار والامراض الموجوده تماما زي ما قلت. وراكيل بيبتسم ابتسامه شريره وبيبص للورق وبيقول في نفسه ماذا لو كان عمال المبنى الاضافي عندهم صحه كويسه وحيويه جدا بحيث مش بيعانوا من امراض، اقدر اتاكد من صحه عائلاتهم من خلال الاستبيان. ده انا عبقري فعلا. ايه الحلاوه دي يا راكيل؟ يالا ايه الحلاوه يالا يا راكيل؟ يالا ايه الحلاوه دي يالا؟ لازم تبقى في حاله حرجه في عائلاتهم. وبيبدا راكيل يشوف المعلومات اللي قدامه في الورق وبيقعد بقى يدور مره مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه مع الخامسه لحد ما بيزهق وبيقول في نفسه هو ايه ده؟ مفيش اي حاله حرجه ولا ايه؟ ليه مفيش؟ ليه عيلتهم صحتها كويسه؟ ليه بس كده؟ وده اقل دكتور في مصر طبعا بيبقى عاوز الكل تعبان علشان يشتغل ويعمل فلوس اكتر على حسابنا. المهم راكيل بيقول في نفسه ما تبقاش غير 10 وبيقاطع تفكيره داميان كين اللي بيقول له املي فيك خاب يا سموك. وده اللي بيفاجئ وبيستغرب منه جدا جبريل وراكيل بيقول له خاب املك. وداميان كين بيرد عليه وبيقول له بكامل احترامي عاوز اسالك سؤال، هو انت بتبص للمرضى كمجرد ادوات؟ وده اللي بيستغرب منه راكيل جدا وبيقول له ايه؟ وداميان كين بيقول له انت قلت دلوقتي انك محتاج لحاله تجذب الكثير من المرضى، ولكن يا سموك شكلك كده بتامل مريض على شفير الموت. وده اللي بيخش في قلب راكيل زي الصاروخ. وجبريل بيقول لداميان كين ايه القسوه دي؟ اكيد سمو عنده خطه في باله. وداميان كين بيسكت شويه وبيقول له ايوه صح. وراكيل بقى بيكون على المكتب بيقول لجارديان شكرا لكلماتك ولكن ما اظنش ان وجهه نظر داميان غلط. وجابريل بيعتذر لراكيل ولكن داميان كين بيزعق لراكيل وبيقول له انت تماديت كتير جدا، انت بتهين شخص مخلص واقف في صفك. وجابريل بيقول لداميان كين استنى يا عم انت في ايه؟ مش قول ده لسمو مبالغ فيه. وراكيل بيقول في نفسه ايه اللي بتعملوه ده يا جماعه؟ وعلى طول بيخرج الاتنين بره الاوضه وبيقعد يفكر مع نفسه وبيقول ما تبقاش غير 10 اشخاص. ولكن فجاه بياخد باله من حاجه وبيقرا اللي مكتوب في الورقه واللي مكتوب فيها انا ما اعرفش لو كان الشيء ده يجوز وجوده في الاستطلاع، ولكني هكتبه بكل الاحوال. انا عندي اخ عنده 8 سنين ومع كده مره او مرتين في الشهر الطفل ده جسمه بيرتعش بالكامل وبيتشنج وبيخرج زبد من فمه وكأن شيطان مسه. جبت له كتير من الاطباء ولكن محدش عارف السبب، وحتى الكاهن قال ان افضل ما يمكن فعله هو الدعاء باجتهاد لطرد الروح الشريره اللي استحوذت على جسمه. وراكيل بيفرح جدا اول ما بيقرا الكلام ده وبيقول لقيتها. وفي اليوم التاني البنت بتيجي هي واخوها وبيقفوا قدام راكيل والبنت بتقول له ان ده اخويا الاصغر جورج. وراكيل بيروح قدامه وبيسلم عليه والطفل جورج بيسلم عليه وبيقول له مرحبا بيك يا ولي العهد. ولكن راكيل بيقول له تقدر تندهلي باخويا الاكبر وخلاص. وبيقول في نفسه اكيد هي دي المره الاولى في حياتهم انهم يجوا للاسره ويستقبلهم ولي العهد، ممكن يكون خوفهم اكبر من فضولهم. وراكيل بيحط ايده في ايده وبيقول في نفسه دي افضل طريقه لتخفيف التوتر عند المرضى الصغار. وبيقدم ايده لجورج وبيكون عليها منديل وجورج بيكون مش فاهم اي حاجه. وبعد كده راكيل بيشيل المنديل وبيظهر ان دي حلوى وجورج بيتفاجئ جدا وبيحب ده. وراكيل بيقدمها له وبيقول له ودلوقتي اتفضل الهديه. ولكن المفاجاه ان جورج مش بيتحرك وبيكون خايف يقرب من راكيل اصلا. وراكيل بيساله وبيقول له في حاجه ولا ايه؟ وجورج بيقول له ما ينفعش تلمسني. وراكيل بيسكت شويه وبيقول له ممكن تقول لي السبب؟ وجورج بيبدا يتكلم بتوتر وخوف وبيقول له ان الارواح الشريره لعنتني وعلشان كده بيسخر مني الاطفال التانيين طوال الوقت قائلين اني غريب. وراكيل بيقول له لا يا جورج انت مش غريب. وجورج بيقول له اتخانقنا امبارح لان الاطفال سخروا مني ولكن خسرت، بدات احس بالغرابه واظلمت رؤيتي علشان كده. وقبل ما يكمل كلامه راكيل بيقطعه وبيساله وبيقول له هل اصبحت رؤيتك مظلمه؟ وجورج بيرد عليه وبيقول له في بعض الاوقات بيجي لي شعور غريب فجاه وبالقشعريره في جسمي كأن جسمي كله بيرتجف وبحس وكأني بطفو في الهواء، ولكن بعد كده بسقط على الارض. بتستمر السما في الابتعاد واسمع اصوات غريبه ولما برجع لطبيعتي
دلوقتي بتخور القوه في جسمي باكمله. وراكيل بيسكت شويه وبعدها بيقول له فهمت، وبيحضن جورج وبيكمل كلامه وبيقول له ولكنك اتحملت ده كل مره جورج، انت شجاع جدا فعلا. وده اللي بيفاجئ جورج جدا وبيستغرب منه. وجورج بيبدا يعيط وبيقول له لا يا هيونج ما ينفعش تلمسني، الارواح الشريره دي استحوذت عليا. وراكيل بيبدا يستخدم المانه بتاعته وبيقول له هي مش ارواح شريره. وبيبدا النظام في فحص جورج وبيبدا فحص النبض وبيبقى راي شامل للجسم بشكل عام سليم، ومع كده في علامات صرع بسبب عدم انتظام موجات الدماغ، وممكن يؤدي ده لمستوى خطير من نوبات التوتر. وده اللي بيفاجئ راكيل جدا وبيبص لجورج كده، وجورج مش بيكون فاهم اي حاجه. وراكيل بيقول في نفسه الصرع مرض بيسمى في العادي التشنج، مش بيعاني المصابين بيه من شيء خطير في العادي، ولكنه مرض بيسبب تشنجات في كل انحاء الجسم وفقدان الوعي بسبب زياده غير مبرره في موجات الدماغ. وراكيل بيقوم يقف وبيقول لجورج على اي حال ما استحوذتش عليك اي روح شريره او اي شيء غريب. وده اللي بيفرح جورج جدا وبيقول له بجد. وراكيل بيقول له ايوه فاخوك الكبير ولي العهد، انا على حق كليا مهما حصل. وبيقول في نفسه ولكني مسرور اكتشفنا مرض الصرع، ولكن حتى لو حاولت اعالجه فما اعرفش سببه، انا قربت اتجنن خلاص، ما عنديش اي ادوات اختبار شيء زي جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. وفجاه بيقاطع تفكيره صوت جورج المنبوح والتعبان وبيقول له معذره هيونج. وده اللي بيستغرب منه راكيل جدا، ولما بيبص بيفاجئ ان جورج بدا يتخنق ويتشنج، وده اللي حرفيا بيفاجئ راكيل جدا وبيقول في نفسه ايه ده ليه دلوقتي. وداميان كين وجابريل واخت الواد بيقلقوا جدا على اللي بيحصل وشايفينه، واخت جورج بتقع على الارض من الخوف. وجابريل بيقول دي استحوذت عليه روح شريره فعلا. وداميان كين بيخرج سيفه وبيقول تراجع يا سموك، ولكن بيظهر ان راكيل متضايق جدا وبيزعق لداميان كين وبيقول له وقف، دي مش روح شريره، ده مرض هو حاسس بالالم مش اكتر، المريض يستحق عنايه وحمايه فائقين، اكتر شخص بيعاني دلوقتي هو الطفل ده، علشان كده حد يجيب لي وساده بسرعه. وبالفعل البنت بتجيب له وساده وبينيموا الطفل على الارض. وجابريل بيقول لراكيل ده لعابه بيسيل امسحه بمنديل ولا ايه. وراكيل بيقول له لا اطلاقا، هتنقبض عضلات الفك من تلقاء نفسها، لو قمت بده بطريقه غلط فممكن يعض المنديل ويبلعه، مفيش في ايدنا اي حل دلوقتي في الوقت الحالي وبعد انتهاء النوبه ما قدامناش اختيار غير الاعتناء بيه وقتها. بس فجاه راكيل بياخد باله من حاجه في جورج وبيبص لجورج كده وبيقول في نفسه انا ليه حاسس بمانع منه. تقنيه جوهر اسرهان، اعتقد انه حساس جدا لتدفق المانا هي تدفق الطاقه، ولو كنت تقدر تشوفها بدقه فممكن نقدر نكتشف سبب الصرع. وبالفعل راكيل بيحط ايده على جورج وبيبدا في استخدام تقنيه جوهر اسرهان وبيغمض عينه وبيقول في نفسه انا قادر اشوفها، وبيخش جوه وعي جورج وبيبقى في تدفقات للمانا قويه جدا في المكان. وراكيل لما بيشوف كده بيقول في نفسه تدفق المانا في فوضى عارمه، لا ده كارثي، هي بتتدفق من تلقاء نفسها، خلينا نركز دي فرصه نادره لازم ندور على تدفق الصرع. وبيبدا راكيل يدور وبيقول في نفسه شكل كده ان ده العصب الشوكي وده العصب القحافي. وفجاه راكيل بيحس بالتعب جدا وبيقول في نفسه لا مش لازم التعب ينال مني بالسرعه دي، فانا لسه ما لقيتش دليل، اكتر شويه اكتر شويه. وبيبدا قلب راكيل يتدفق اكتر، وراكيل بيكافح التعب وبيكمل في طريقه لغايه ما بيوصل عند المخ، وده اللي بيستغرب منه جدا وبيعرف ان سبب الصرع هو العصب الحائر. وبيقول في نفسه العصب الحائر هو ده اتسببت الاشارات العصبيه غير الطبيعيه الصادره من العصب الحائر في حدوث عاصفه عصبيه في جميع انحاء الدماغ وحتى في كل انحاء الجسم. وبيقول لهم هاتوا بطانيه وغطوا الطفل، الراحه مهمه دلوقتي، واوعوا تصحوه خلوه ينام كده وما تعملوش اي دوشه ولا صوت عالي. وراكيل بيقع على الارض فاقد الوعي والكل بيقلق على راكيل جدا وبيبقوا مش عارفين راكيل حصل له ايه وبيحاولوا يفوقوه، ولكن راكيل فقد الوعي خلاص وبيكون مبتسم جدا وبيقول في نفسه ده مطمئن، ودلوقتي بعد ما عرفنا السبب نقدر نعالجه. وبعد كده في نص الليل في القصر الملكي راكيل بيبدا يفتح عينه ويفوق، ولما بيقوم بيحس بصداع جامد جدا وبيقول في نفسه اكيد انا كنت مرهق، اعتقد ان نشاط تقنيه جوهر اسرهان السريه لحدها الاقصى من غير ادراك مني. ولكن بيظهر قدامه داميان كين اللي بيقول له انت صحيت اخيرا. وراكيل بيقول له يا عم انت خوفتني افتكرتك حاصل الارواح. وداميان كين بيقول له انت كنت نايم لنص يوم. وراكيل بيقول له بقى الموضوع كده، طب ايه اخبار الولد؟ وداميان كين بيرد عليه وبيقول له جورج استيقظ في وقت مبكر من المساء وشكله كان متعب جدا. وراكيل بيقول له كنت عارف ان ده هيحصل بما انه عانى من نوبات زي دي. وداميان كين بيقول له ايوه احنا طعمناه وجبه عشاء دسمه ورجع للنوم مره ثانيه. وراكيل بيبدا ينزل من على السرير وبيقول في نفسه ما كنتش متخيل خالص ان استخدم تقنيه جوهر اسرهان السريه في التشخيص الدقيق، فالتزم بالاشعه السينيه وتصوير بالرنين المغناطيسي للجحيم. كان سبب النوبه هو العصب الحائر ولكن في علاج واحد بس. وبيبدا راكيل يتحرك قدام داميان كين، وراكيل بيقول في نفسه العلاج الوحيد هو تحفيز العصب الحائر، وعلشان اعمل كده وداميان كين بينده على راكيل وبيقول له انت رايح فين في نص الليل كده؟ وراكيل بيبتسم وبيلبس هدومه على طول
وبكل حماس بيرد على داميان كين وبيقول له علشان يصعقني البرق. وبعد كده في مكان تاني في القصر بنشوف حراس موجودين، والحراس دول بيستعدوا بيقولوا مين هناك، ولكن بيستغربوا جدا اول ما بيشوفوا اللي قدامهم، واللي بيطلع راكيل وداميان كين. وراكيل بيدي التحيه للجنود وبيقول لهم شغل كويس جدا يا رجاله بالليل، ممكن تودوني لغرفه السيد جانيتيس. وبالفعل بعد كده الجنود بياخدوا راكيل وداميان كين وبيودوهم غرفه السيد جانيتيس، ومن غير اي مقدمات راكيل بيفتح الباب على طول وبيفاجئ السيد جانيتيس اللي بيستغرب جدا اول ما بيشوف راكيل وبيقول له انت بتعمل ايه هنا، وبيبقى ده ساحر البلاط السيد جانيتيس. وراكيل بيقرب منه وبيقول له انا اسف لزيارتك فجاه، ولكني عاوز اطلب منك معروف. والسيد جانيتيس بيقول له ايه هو، وعلى طول راكيل بيرد عليه وبيقول له ارمي شويه من سحر البرق على ظهري. وده اللي بيفاجئ السيد جانيتيس جدا ومش بيكون فاهم اي حاجه. وفي اليوم اللي قبل ده السيد جانيتيس بيكون عند الامبراطور، والامبراطور بيقول له ان راكيل اتغير جامد في الفتره الاخيره وكان بيعمل كتير من الاشياء الغريبه وعمل كل الاشياء الخارجه عن المألوف، وانا قلقان جدا بخصوص اي شيء وحش هيعمله بعد كده. والسيد جانيتيس بيكون ساكت ومش بيرد عليه. نرجع في الوقت الحاضر والسيد جانيتيس بيقول في نفسه ايوه يا جلالتك، بيقول ان كل الاباء بيبقوا عاجزين تماما لما بيتعلق الموضوع باطفالهم. انت فاكرني ما اعرفش نواياك يا جلالتك بعد خدمتك طوال حياتي ولا ايه؟ هو اتغير اكيد يا جلالتك. وبيكون راكيل ماسكه وبيقول له يلا اضربني بالبرقه. والسيد جانيتيس بيكمل كلامه في نفسه وبيقول هو اكيد اتغير يا جلالتك وبقى اكتر جنون. وبعد كده بيقول لراكيل ليه المفروض عليا ادعم اللي بتقوله، او بالاحرى اذية سموه، ولو اتصاب سموه بمكروه فهكون في عداد الاموات بدوري. وراكيل بيقول له استنى بس يا عم استنى، انا مش بطلب منك طلب غريب زي قتلي، كل اللي بطلبه مجرد صدمه كهربائيه ضعيفه واللي بدورها مش هتقتل شخص اصلا، ضعيفه زي الكهرباء الساكنه. انا بطلب منك اطلاقها بشكل متساوي لحوالي 3 ساعات. والسيد جانيتيس بيقول في نفسه ده هو الغريب يا غبي، سحر البرق في الاصل سحر هجومي مدمر، سحر البرق اللي بيلقيه ساحر عالي الرتبه في حد ذاته كارثه صغيره النطاق، لكن انه يطلب مني تقليل قوته علشان يبقى بقوه كهرباء ساكنه ومواصله اطلاقه ل3 ساعات متواصله، دي مهمه بتطلب تحكم دقيق جدا بالمانا. وبعد كده بيقول لراكيل يا سموك انت عارف ان المهمه دي صعبه جدا؟ وراكيل بيقول له اكيد عارف. وبيقول في نفسه ده اشبه بالقياده في منطقه حد السرعه القصوى بيها 30 كيلو متر لمده 3 ساعات. وراكيل بيكمل كلامه للسيد جانيتيس وبيقول له علشان السبب ده جيت لك، مين اللي هيقدر يتحكم بالمانا بالدقه دي؟ هو السيد جانيتيس. مين هو اعظم ساحر معترف بيه رسميا في الامبراطوريه؟ هو السيد جانيتيس برضه. وكل اعضاء راكيل بيصيحوا باسم السيد جانيتيس، والحراس وداميان كين مش بيكونوا فاهمين اي حاجه. والسيد جانيتيس بيقول في نفسه بصراحه حاسه كان ده تحدي بالفعل، ولكن وبيقول لراكيل بس ايه اللي هيحصل لو. وقبل ما يكمل كلامه راكيل بيقاطع كلامه وبيقول له ايه اللي هيحصل لو اصابني مكروه؟ مش مشكله ما تقلقش، مش هحملك المسؤوليه حتى لو اتاذيت او مت، فمش هيكون عليك اي مسؤوليه ابدا، وخلينا نعتبر الاشخاص دول شهود. وداميان كين بيقول في نفسه ما تورطناش في الكلام ده يا عم، احنا مالنا ومالك. نرجع لراكيل اللي بيكمل كلامه للسيد جانيتيس وبيقول له انا مش بحاول اعمل اي شيء سيء، بل بعمل ده لانقاذ حد معين. والسيد جانيتيس بيقول له لو سموه قال كده فهحاول، امتى بقى هنقدر نعملها؟ وعلى طول راكيل بيقول له حالا. وبالفعل راكيل بيقعد قدام السيد جانيتيس والسيد جانيتيس بيستعد. وراكيل بيقول في نفسه ما نقدرش نطلق الكهرباء على الطفل بالبساطه دي، لازم نختبرها الاول وضمان الحد الادنى من الاستقرار. والسيد جانيتيس بيسال راكيل وبيقول له مستعد. وراكيل بالفعل بيبدا يستعد وبيفعل تقنيه جوهر اسرهان. والسيد جانيتيس بيبدا في استخدام السحر وبيقول لو كنت مستعد فهطلق. وبالفعل السيد جانيتيس بيطلق الكهرباء على راكيل واللي بتكون قليله جدا زيها زي الكهرباء الساكنه. وراكيل وقتها بقى ايه ده بيلسوع وبيبدا يركز وبيقول في نفسه كويس زي ما هو متوقع من سحر البلاط كنت عارف انه يقدر يعملها، ودلوقتي يجي دوري همتص التيار ده واحوله لاقطاب كهربائيه واحفظ الاشاره الكهربائيه. وبتتحكم الاشاره دي في الاشاره العصبيه الخاطئه اللي بتحصل في العصب الحائر عند الطفل بقيه حياته، والاشاره المعاكسه تماما للاشاره العصبيه دي تقنيه جوهر اسرهان، دي تقنيه غش بالكامل. ما كنتش متخيل اني هنجح من محاوله واحده. وفجاه راكيل بيلف للسيد جانيتيس وبيقول له ارجوك وقف. والسيد جانيتيس مش بيوقف وبيقول له تقصد انك عاوز توقف دلوقتي بعد ما بدانا؟ لا اقدر اعمل اكتر من كده، بل اقدر اعملها طوال اليوم. والسيد جانيتيس ما صدق يا شباب. وراكيل بيقول له ده سخن جدا، وقف يا عم وقف، ارحمني ابوس ايدك. في اليوم التاني بقى بنشوف الكل مجتمعين، المصارعين والحراس والخدم، ومش بيكونوا فاهمين اي حاجه وبيقولوا ايه اللي بيحاول يعمله سمو ولي العهد باستدعاء الكثير من الناس هنا. مش هو قال ان من الافضل قدوم الاشخاص اللي بينشروا الاشاعات؟ احنا مش عارفين ايه اللي بيفكر فيه حاليا.
واخت جورج مش بتكون فاهمه اي حاجه. وبعد كده الكل بيخش عند راكيل جوه الغرفه، وبيكون راكيل وجورج موجودين والسيد جينيتيس كمان. وراكيل بيطلع ابره من معاه وبيقول لجورج انا مش هقولك ما تتوترش، ولكن العلاج مر وطريقه العلاج بتلسع وانا مش هكدب عليك. وجورج بيساله وبيقول له بيلسع جامد ولا ايه؟ وراكيل بيقول له شويه بس زي قرصه النحله. وجورج بيقول له شكلها تؤلمني. وراكيل بيقول له هي مش مؤلمه خالص اضمن لك ده. وده اللي بيستغرب منه جورج جدا وبيقول له بجد؟ وراكيل بيرد عليه وبيقول له اكيد اضمن لك ده، وعلشان تعرف ان هو خستك بالفعل. وبيظهر ان راكيل واخذه بالفعل في رقبته، وده من غير ما جورج ياخد باله حتى او يحس باي حاجه. وبعد كده راكيل بيبص للسيد جينيتيز وبيقول في نفسه هيبدا الوغز دلوقتي. والسيد جينيتيز بيبدا على طول في استخدامه واطلاق الطاقه على راكيل، وراكيل على طول بيستقبلها وبيفعل جوهر اسرهان. وجورج مش بيكون فاهم اي حاجه. وعند راكيل بقى بيقول في نفسه كويس القوه بتتجمع بسلاسه، وبيقول في نفسه لكل الموجودين ليكم الحريه تتفرجوا وتنشروا الاشاعات، ده هو التسويق الحقيقي. مشهد العلاج البديع ده، ودلوقتي نحقنه بالطيار المعالج ده. وراكيل بيمسك الابره اللي على رقبه جورج وبيبدا يخش جوه وعي جورج، وبيكون في ايده زي مخطط، وبيبدا راكيل يدور في كل الوعي بتاعه لغايه ما بيوصل عند العصب الحائر. وهنا راكيل بيبدا يتوتر وبيقول في نفسه استنى لحظه، مش ده قوي جدا ولا ايه؟ اتقضى عليا خلاص، بقى تدفق المانا غريب، هو هينفجر قريب. وبيبدا راكيل يجري وهو بيقول في نفسه في نوبه قربت تحصل. وعندي جورج بيقول لراكيل سمو ولي العهد لامتى لازم عليا البقاء كده. وبيظهر ان جورج تعبان جدا. نرجع لراكيل اللي بيكون جوه وعي جورج وبيكون بيجري باقصى سرعه، وهو بيقول في نفسه هتبدا نوبه في غضون 3 دقايق بحد اقصى، وفي اسوأ الحالات دقيقه واحده. عليا برضو نقش الاشاره المعاكسه على القطب ده او لا، الوقت بيخلص مني حتى لو نشطت تقنيه جوهر اسرهان السريه، فهياخد ده حوالي 30 دقيقه. هو لازم عليا اوقف الوقت ده ولا ايه؟ واحاول مره تانية ولا ايه برضو؟ لا، لو سبته يعاني من نوبه فهتنتشر اشاعات غريبه، وما اعرفش امتى هيتعاون معايا السيد جينيتيز. انا ما اعرفش حتى لو كان في مره جايه ولا لا. تبا ما عنديش اي وقت علشان استريح في الموقف ده، موقف محدود الوقت. وراكيل بيبدا يكلم السيد جينيتيز وبيندهله وبيقول له خلي سحر البرق اقوى 3 مرات من ده. وده اللي بيفاجئ السيد جينيتيز جدا ومش بيكون فاهم اي حاجه وبيقول له ايه. وعلى طول راكيل بيزعله وبيقول له بسرعه هفسر لك الموضوع بعدين. والسيد جينيتيز بيسكت شويه وبعدها بيقول له ولكنه هيؤلمك جامد. وراكيل بكل جديه بيقول له ده مش مهم. وعلى طول السيد جينيتيز بيقول له تمام فهمت يا سموك، وبيبدا في استخدام ضعف قوته 3 مرات. وبيظهر ان ده بيؤلم راكيل بالفعل. وراكيل بيخش جوه وعي جورج من تاني وبيقول في نفسه اتبقى 10 ثواني على النوبه، همتص واعالج المزيد من المانا واحسم النتيجه دلوقتي واحط القطب الكهربائي في الشريان الثباتي. وبيبدا راكيل يستخدم المخطط اللي معاه ويلفه على الشريان السباتي، وبنعرف ان النوبه هتبدا بعد 5 ثواني. وبيبدا جورج يتألم جدا وشكل كده النوبه هتحصل له. وبيبدا العد التنازلي للنوبه 4 3 والكل بره بيكونوا متوترين جدا ومستنيين اللي هيحصل. وعند راكيل جوه بيكمل لفه على الشريان السباتي وبيوصل العد التنازلي ل1، وفجاه الكهرباء بتحصل في المكان قدام راكيل. نخرج بقى عند جورج اللي بيكون شكله متألم ولكن فجاه بيبقى كويس جدا ومش حاسس باي حاجه. وعلى طول جورج بينده على راكيل وبيقول له يا هيونج. وراكيل بكل اريحيه بيرد عليه وبيقول له ايوه يا جورج انت كويس دلوقتي ولا ايه؟ والسيد جينيتيز بيطمن هو كمان. واخت جورج بتكون مصدومه من اللي شايفاه وبتقول في نفسها ده ما حصلش حاجه، انا كنت دايما بتجنن لما تبدا النوبه. وعند راكيل بيكون شكله تعبان جدا وبيقول في نفسه انا فرحان جدا قدرت اعملها بالعافيه، جسمي كله حاسس بالتنميل لسه. وبيظهر النظام لراكيل وبيقول له تم تنشيط المهاره المطالبه بالنفقات الطبيه المستوى الثاني المريض جورج، والعلاج اجراء تحفيز العصب الحائر، ومده التسويه النهائيه هي 3 ايام والعمر المتوقع 161 يوم. وراكيل بيقول في نفسه ماشي حصلت على التسويه. والنظام بيقول لراكيل لمقاومه المحفزات القويه المطبقه على جسمك استخدمت تقنيه جوهر اسرهان لاقصى حدودها. في العمليه دي انت نجحت في اختراق حاجز حدودك وارتفع مستوى تقنيه جوهر اسرهان، وزاد معدل تضخيم المانا بشكل ملحوظ، ومعدل تضخيم المانا 130% نقاط، والصحه المطلوبه للمستوى الثاني الاعلى هي 120 نقطه والصحه الحاليه هي 200. وراكيل بيفرح جدا وبيقول في نفسه جامد ارتفع مستوى تقنيه جوهر اسرهان وزاد معدل تضخيم المانا. والنظام بيقول له انت حملت التحفيز الكهربائي بشكل كويس جدا، وبسبب التحفيز ده نشطت لتشيف الرئتين والامعاء الغليظه ويقظه الكبد، ووفقا لمبدا تغلب تشيل الكبد على الامعاء الغليظه فاستيقظ الكبد احد الاعضاء الخمسه الرئيسيه. نروح بقى جوه جسم راكيل والكبد بيرزع الباب وبيخش وبيقول يا جماعه وضبوا هدومكم دلوقتي، وبيكون شكله كيوت جدا ومتعصب برضه. والقلب والامعاء الغليظه والرئتين مش بيكونوا فاهمين اي حاجه، وايه الهبل اللي بيحصل ده يا جدعان؟ والقلب بيقول له مالك يا عم المستجد انت، بينما الامعاء الغليظه بيكون فرحان جدا وعلى طول بيقفز في الهواء
وبيقلع التيشيرت بتاعه وبيقول واخيرا ما بقتش الاصغر بعد كده، وبيروح قدام الكبد اللي بيكون ساكت، ولكن على طول الكبد بيقلب وشه وبيرزعه وقلم بيطيره، وبكل جديه ورعب بيقول فين كنتوا بتحاولوا تحطوني وتسيبوني وراكم؟ والنظام بيقول لراكيل الكبد اداك 300 نقطة صحة والرئتين والقلب والامعاء الغليظة سعداء بالترحيب بالوافد الجديد ده وتبرعوا 500 نقطة صحة، واقيم حفل عيد ميلاد الكبد وحصلت على 300 نقطة صحة اضافية ونقاط صحتك الحالية 1300. وراكيل بيفرح جدا وبيقول في نفسه وش جديد انضم للاعضاء الخمسة، ممكن اقدر احصل على المزيد من نقاط الصحة في المستقبل. اليوم ده جامد فعلا، رفعت مستوى تقنية جوهر اسرهان الخاصة بيا وكبدي ده غير اني حصلت على نقاط صحه اضافيه. هو في حاجه تانية يا ترى ولا ايه؟ والنظام بيقول له لا دي النهايه، وفجاه بيقاطع تفكير راكيل جورج اللي بيكون بينادي عليه وبيقول له في شعور غريب جاي لي دلوقتي. وراكيل بيقول له انت مش غريب خالص، لما كنت بتحس بغرابه بتبقى رؤيتك مظلمه ومش بتقدر تحرك جسمك، صح ولا ايه؟ ودلوقتي انت حاسس بغرابه ان ده ما حصلش دلوقتي، صح ولا ايه؟ وجورج بيرد عليه وبيقول له ايوه، وراكيل بيبتسم وبيقول له مش هيكون الموضوع كده في المستقبل لبقيه حياتك، وده اللي بيفرح جورج جدا وبيقول له بجد. وراكيل بيقول له ايوه، واثق انك مش هتتعلم بالطريقه دي بعد كده، ولو كذبت في اللي بقوله ده فهيكون جورج ولي العهد من بكره. واخت جورج بتكون متاثره جدا وكل الموجودين بيكونوا مبهورين من اللي شافوه، وجورج بيكون فرحان جدا وبينده على اخته وبيجري عليها وبيحضنها والاتنين بيكونوا في قمه السعاده. كل ده قدام راكيل اللي بيقول في نفسه انا نجحت فعلا، ولما بيبص بيلاقي الكل متاثر وبيعيط وبيقول في نفسه كنتوا بتتفرجوا كلكم ولا ايه؟ دلوقتي جه وقت نشر القصه دي، تعالوا كلكم للقصر الاضافي لتلقي العلاج، لازم اعالج الكثير من الناس واحصل على حياه اضافيه. مستنيني مستقبل جميل من طول العمر الخالي من الامراض، ومش عارف راكيل ليه بيقلب على ابليس كده. ولكن فجاه راكيل بيحس بحاجه وبيلاقي الصوره قدامه مشوشه وتوازنه بيختل وشكله كده بيقع، وراكيل بيقول في نفسه وانا هفقد الوعي تاني ولا ايه؟ والنظام بيقول له اكيد يا عم بعد تحميل جسمك فوق طاقته بالطريقه دي. وبعد كده بالليل بنشوف راكيل نايم في السرير وبيفتح عينه وبيقول في نفسه من امتى وانا نايم جسمي كله بيؤلمني، ولما بيبص جنبه بيلاقي جابريل وداميان كين والسيد جانتيز. وجابريل بيقول له يا سموك انت اتجننت ولا ايه؟ وراكيل بيقول لهم انتوا ما عندكمش شغل تاني ولا ايه غير مشاهده الاخرين وهم نايمين كده؟ وجابريل بيقول له انا زهقت من المشاهده على المنوال ده، انا هنفجر قريب، انا وصلت الدعاء والتوسل. وكالعاده جابريل بيعيط وراكيل بيستغرب جدا وبيقول له في ايه يا عم ليه بتعيط مره تانية؟ وداميان كين بيقول له انت فتحت عينك اخيرا بعد فقدانك الوعي اليومين كاملين، وده اللي حرفيا بيفجر راكيل جدا وبيكون مصدوم اللي سمعه. والسيد جانتيز بيقرب من راكيل وبيقول له يا سموك انت كنت ناوي تقتلني فعلا ولا ايه؟ ازاي ليا تجارب على اخبار جلالته انك فقدت الوعي بسبب سحر البرق بتاعي؟ وراكيل بيضحك وبيقول له اسف، وبعد كده بيسالهم عن جورج واللي حصل له، وبيظهر جورج اللي بيقول انا كويس وبيكون فرحان جدا وبيقرب من راكيل وهو بيضحك. وراكيل بيقول له ايه ده ازاي انت هنا؟ وجورج بيقول له طلبت من الشخص ده خالي، وبيكون قصده على جابريل اللي بيكون شكله محرج جدا. وجورج بيقول لراكيل انا كنت عاوز بس اديك ده لما تصحى، وبيبقى دي شكلها زي القلاده. وراكيل بيقول له انت صنعتها اثناء نومي ولا ايه؟ وبيمسك القلاده في ايده وبيقول في نفسه النوع ده من الاشياء مرهق، انا انقذتك بس لاني عاوز اعيش، فما تعجبش بيا جامد كده من غير داعي انا. وقبل ما يكمل كلامه جورج بيقاطع تفكيره وبيقول له استنى يا هيونج، وده اللي بيستغرب منه راكيل جدا. وجورج بكل حماس وفرحه بيقول لراكيل انا عاوز اكون رائع زيك لما اكبر برضو، وعلشان كده هساعد الاخرين زيك بالظبط يا هيونج. والكلام ده حرفيا بيصدم راكيل جدا. وبعد كده راكيل بيمسك القلاده كويس وبيقول له انت عملت القلاده دي كويس، شكرا ليك يا جورج، لكن افضل هديه خدتها هي ان جورج بقى كويس وصحته كويسه، بس انا تعبان شويه بقى بعد اذنكم كده انا عاوز ارتاح. وبالفعل الكل بيقرروا يمشوا ويسيبوا راكيل، والاربعه بيبداوا يخرجوا من الاوضه، وجورج بيودع راكيل وبيقول له اشوفك بعدين يا هيونج، وراكيل بيقول له ماشي وداعا. وبعد كده الكل بيمشي وبيقفلوا الباب، وراكيل بيمسك القلاده وبيبص لها وهو ساكت وبيقول مين ممكن يلبس شيء زي ده، هي عاديه جدا من غير اي جواهر، ماشي خلينا ننام دلوقتي شويه. وراكيل بيلبس القلاده وبينام وبيبقى شكله كيوت جدا وزي البيبي الصغير يا جدعان. المهم كده خلصنا الحلقة الخامسة من حكاية راكيل، فيا ترى ايه اللي هيحصل مع راكيل في الحلقة الجاية، وايه هي المصاعب اللي راكيل هيقابلها؟ وكان معكم تركي، اشوفكم الحلقة الجاية، ويلا يا قمر سلام.